السلام عليكم. التدريب الثالث. أجب عن الأسئلة التالية. طيب. لماذا حضر أحمد في بداية العام؟ خافت الدرس حجي زملس حجي خافت الدرس وسدنا مالك. لماذا حضر أحمد في بداية العام الدراسي؟ من منتهي أحمد متي تقدم عام الدراسي. لماذا حضر أحمد في بداية العام؟ من داي متسعو أحمد أفت مجمرتا أنا يعني عامة تمرت مالدي من داي متسعو حصر بس للدراسة كمهر أيه كمهر دي متسعو حضر أحمد في بداية العام ليتعلم. من قابل أحمد في الصباح؟ من قابل أحمد في الصباح؟ من توقعني فوق ويدما من رخيبه أحمد نكو ممهور. قابل أحمد في الصباح مدرسه أحد الطلاب كفتم تمهروا هذا. لماذا قابل أحمد عميد المعهد؟ من داي ممهور مايتي معهد عميد تي دين زي بالتي حلفي دايركتور ولا كذا نقوله نصوصي من داي رخيبه. قابل أحمد عميد المعهد ليتعلم منه. أوكي. كيف تصنف؟ أربعة. هل عرف أحمد مواعيد الدراسة؟ مواعيد الدراسة. نعم عرف مواعيد الدراسة. متى تنتهي الدروس كل يوم؟ متى تنتهي الدروس كل يوم؟ متى تنتهي الدروس كل يوم؟ تنتهي الدراسة كل يوم. متى مع يبدأ في الدروس؟ ينتهي في الأسبوع الآخر. ينتهي حتى الزمن. متى حتى معس الدروس كل يوم؟ كل مع 9 ليل مالدي حتى ولا متى تنتهي الدروس؟ تنتهي يمكن الساعة 2 أو الساعة 5. طيب الساعة أنا في نفسي عادي خونا. متى تنتهي الدروس كل يوم؟ في الساعة 5 أو في الساعة 7 زي قبس. متى تكون العطلة الأسبوعية؟ تكون العطلة الأسبوعية في يوم الجمعة. يوم الخميس ويوم الجمعة ولا يوم الجمعة؟ يوم الجمعة. طيب في أي مستوى؟ في أي مستوى يدرس أحمد؟ في المستوى السابع. في المستوى الأول، في المستوى المتوسط ولا في المستوى الابتدائي ولا في المستوى المتقدم؟ في المستوى الابتدائي. ماذا تمنى كمال لأحمد؟ ماذا تمنى كمال لأحمد؟ كمال تمنى لأحمد النجاح. أيوة النجاح. تشعيتين عشريتين كجبرا. ماذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن اللغة العربية؟